السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي فراويلة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك، يا رب يدومكم في حياتي نعمة. اخواتي وحبايب قلبي ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم جميلة ولايكاتكم الجميلة. هتتكلمي عليا فراويلة؟ طبعا يا حبايبي معايا كذا موضوع هتكلم فيه. اول ما ابدأ طبعا هبدأ بالموضوع طبعا بتاع تيتا مؤيمن. تيزا طبعا يا حبايبي طلعلنا من الحنفية، طلعلنا من قعدة الحمام، عمالة يا حبايبي ماسكة الطبلة والطبل للحاجة أم ناصر، وشكرانية للحاجة أم ناصر، واللي بتعمل الخار وخارها على الناس كلها يا حبايبي، وبتوزع الخار عشان الناس تقبض، وما بتجيب، ما بتدعمش للشر، ما بتدعمش للمشاكل، ما بتدعمش. وقاعدة طبعا عمالة تشكر فيها، وقلبة طبعا على اختها الحاجة ام فالح، عشان ام فالح طبعا ما بتخشش القناة بتاعتها ولا بتعمل لها خار. فطبعا الحاجة ام فالح تبع طبعا اخواتنا وحبايبنا اللي في السعودية، ربنا يجيبهم بالسلامة. طبعا قاعدة كل شوية تلقح بالكلام. اللي في العمرة ربنا مش هيتقبل منهم يا حبايبي. هم ما بيعملوش خار، دول هم طالعين كده يا حبايبي على النهش وسب الأعراض والشرشحة. وطبعا عمالة عاملة فيها طبعا داعية إسلامية بعد ما القنوات كلها ما طلعت عليها وظبطتها. ايام ما كانت طالعه تدعي على عيال ريري وتشتم في ريري وتهين في ريري كان حلو ليها، لكن لما كلنا طلعنا شطفناها وعرفناها تمامها ايه، جرة ناعم والخار يا حبايبي، والحاجة ام ناصر بتعمل خار، والحاجة ام ناصر خط احمر، ما حدش يجيب سيره الحاجه ام ناصر. يا حبيبتي حطي الحاجه ام ناصر في نص رغيف وكليها بالهنا والشفا على قلبك، ما تصدعناش بالحاجه ام ناصر. الحاجه ام ناصر خيرها مغرقك وخورها زايد عليكي، والست بتعمل معاك الخار خليها في الكتمان، مش كل يوم والتاني فاتحه بس وفيديو وبس على الحاجه ام ناصر خط احمر والحاجه ام ناصر خط ابيض. خط احمر عليكي، خط احمر عليكي مش علينا احنا، ولا ايه يا تيزه؟ فوق نفسك يا تيزة وشوف انت بتقولي ايه. اللي بتعمل الخار معاكي اطلعي شكري فيها، اطلعي ردي لها جمايلها، اطلعي امدحي فيها، اطلعي يا حبيبتي اعملي لها كده مقام وقعدي لفي حواليها وطوفي 7 طوفات. دي حاجة ترجع لك انت، بس ما تغصبهاش علينا. مش كل يوم بس وفيديو وبالبسين وبالتلاتة على الخار اللي الحاجة مناصر عاملاه معاكي، والحاجة مناصر خط أحمر وقاعدة تعدلنا على إيديكي إنجازات أم ناصر لنفسك ولنفسك، مش علينا إحنا يا ست الكل، ولا إيه يا تيزة؟ والحاجة ام فالح قلب عليه عشان طلعت اخواتنا وحبايبنا العمرة. فهي كده ما بتعملش خار. اللي بتعمل خار اللي هي الحاجة ام ناصر اللي تبعك بس، اللي الخار مغرقك. قاعدة طبعا تتكلمي ان في ناس في ناس معاهم بيوت ومعاهم اراضي ومعاهم اطيان ومعاهم عربيات ومعاهم وطالعين يتسولوا على المنصة. طب ما انت معاكي يا ست الكل بيت طويل عريض وبتلم منه ايجار، وقاعده برضو تتسولي برضو على الحاجه ابو ايمن، وقاعده تتسولي على عيال بنتك، ولا حلو ليكي وحش للناس؟ ما تبصيش للناس عشان ربنا يبارك لك في رزقك. وبعدين انت عماله تلقحي بالكلام على اخواتنا اللي في العمره، اللي العمره بتاعتهم مش مقبوله، اللي العمره بتاعتهم جايه بسب الاعراض وجايه بالشتيمه. وانت يا ست الكل كنت مخيطه بقك، ما انت لسانك قد كده متلفح بيكي وما بتسكتيش. انت ما تظبطتيش واتلميتي الا لما كلنا طلعنا شطفناكي عشان ريري واخلاص. لا عملتي فيها دعاية إسلامية وقال الله وقال الرسول والأيام المفترجة والخار ومش الخار، ولا إيه؟ ولا يا حاجة، حاجة عيب ما تجيبي لنفسك التهزيء، وعيب كده. خليكي في مقامك وخليكي في مركزك. انت ست كبيرة، زي ما انت ما بتقولي بتشقي وبتتعبي عشان خاطر تجيبي علاج ابو ايمن وتجيبي اكل الايتام اللي عندك. خلاص كل عيش بالحلال وكل عيش وانت مخيطه بقك
مش لازم تطلعي على قفا ريري واخلاص وتقل ادبك عليهم وتشتميهم واحنا نطلع نسمي عليكي. لا، ما زي ما ناصر خط احمر عندك، احنا عندنا ريري واخلاص خطين 10 حمر، واللي يجي عليهم ويقول لهم بم هنقول لك على قلبك ضربة الدم انت واللي شكلك. ولا ايه؟ انت كمان مش محتاجة يا تيزة، وانت كمان معاكي بيت، وانت كمان مبسوطة ومش محتاجة. بس انتوا للأسف البحر بيحب الزيادة، الا من رحم ربي. الناس اللي على المنصة صحابات المحتوى اللي طارت في الهوا، الشحاتة بقت في دمكم. انتوا كسفتونا وعرتونا. طالعه ام ناصر خط احمر، ومحدش يجيب سيره ام ناصر، ما حدش يحطيها يا اختي، اعملي لها مقام ولفي وتشوفي حواليها 7 لفات، واقعدي يا حبيبتي باركي لها كده، واقعدي باركي، واقعدي كده حسسي عليها وامسحي صدرك يا حبيبه قلبي. ما تطلعيش تفرضيها علينا، وتطلعي يا حبيبتي تسمعينا كل يوم الخار وتعجيهم على ايديكي. لا، الخار ده بيتعمل معاكي انت، الخير ده يكسر عينك انت. احنا معاش ولا كان اللي يكسر عينينا على المنصه. فما تطلعي تتكلمي كلام معقول، عشان حتى نعرف نطلع نرد عليكي بالعقلية بتاعتك. ها، وخف غلط وخف تلقيح بالكلام لريري واخلاص. وسبق وقلت لك قبل كده، اللي هيتكلم عليهم هنطلع نديهم من تحت رجليهم، فتلموا شويه واحترموا نفسكم، وملكوش دعوه باللي في العمره. ما انتوا ماسكين المبخره وعمالين تبخروا، وعاملين زي الشحاتين برخصه، مختوم عليكم بالشحاته، ومختوم عليكم كده ان انتوا شحاتين، وحلو ليكم ووحش ليهم. ولا ايه؟ على الاقل هم اتهادوا بالعمره، لا بيشحتوا الاكل ولا بيشحتوا العلاج ولا بيشحتوا المعيشه، وعلى شرط معاكوا، مش معاكوا، لا معاكوا وعلى قلبكوا قد كده. بس البحر بيحب الزياده. انتوا عالم متسوله وعالم شحاته، الا من رحم ربي طبعا. كل يوم طلعنا ام ناصر خط احمر، ام ناصر خط احمر. يا شيخ ام ناصر، انت ترابك فوق مش عارفه ايه. لا يا ست الكل، ترابها عليك انت، خيرها عليك انت، هي كسر عينكم انتوا، مش خيرها علينا احنا. قطع لسان اي حد يقول اي كلمه. وجه الكلام ليكوا، وجه الكلام للي كسر عينيكوا انتوا. احنا مش خط احمر، ولا ان احنا ترابها بدماغنا وترابها يساوي عمرنا. لا يا ست الكل، احترمي نفسك، انت ست كبيره، بلاش نطلع نقل منك. طالعه تسمعي جدول ضرب كل يوم ولا ايه؟ ده انت لو بتختمي القران وبتختمي المصحف، مش هتقعدي تقري فيه كده كل يوم الصبح والظهر والعصر بالثلاث بسات والاربع بسات. ادي اللقطه بتاعت ابو ايمن، قول لهم ربنا يشفيكم ويزيح منكم. ادي اللقطه بتاعت عيال لبنتي، ادي الخار، ادي ام ناصر خط احمر، والشيخه ام ناصر بنت الاصول وبنت الشيوخ وبنت العز وبنت. يا ستي الكل حطيها في نص رغيف، وبالهنا والشفا على قلبك. ارحمينا بقى وبطلي صداع. هتطلعي تعملي محتوى، هتطلعي تقدمي حاجه قدميها. كفاياكي تلقيح بالكلام على اللي حرقاكوا وفرساكوا وملهلباكوا. ريري، ربنا يرجعك بالسلامه يا ست الكل، ربنا يرجعك المنصه من غيرك ولا شيء، انت واخلاص وترند. وحشتونا وحشتونا. يا رب يرجعكم بألف سلامة، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب يرجعكم بالسلامة يا حبايب قلبي، إخواتنا الجدعين اللي ب100 راجل، اللي المنصة كلها ما تسواش من غيركم، بأمانة الله ويشهد الله على اللي أنا بقوله. يا رب ترجعوا بألف سلامة وعمرة مقبولة إن شاء الله. طلعت علينا طبعا يا حبايبي برضو الحاجة أمونة، كانت عازمة طبعا بكابوزة، وعازمة طبعا صحابها على السحور يا حبايبي. الست طبعا لا حول الله يا رب عليها، عايزة أي حد تتونس بيه طبعا، اللي تسحر معاهم واللي تفطر معاهم. فقاعدة طبعا سحرت مع أم بكابوزة طبعا، وقاعدة طبعا ومعاها واحدة تانية طبعا من صحابها. فبكابوزة بتقول لها يا أم ضني، راحت الست يا عيني اتخض كده، تلاقي ما تقوليليش أم ضني، قولي لي يا حاجة أمونة. والله قطعت قلوبنا، قطعت قلوبنا يا حاجة أمونة. فعلا انت ما تستاهلش ان انت يتقال أم ضني فعلا. الواد العاق ده ما يستاهلكيش. انت قيمة وقام، وانت ست محترمة. ففعلا فعلا العاق الشرشوبة بتاعت الحفرية ما يستاهلش ان انت تبقي امه. ما يستاهلش اللي سايب امه وبايع امه في ايام مفترجة، سايبها تفطر لوحدها وتتسحر لوحدها، وقاعد بس نتفرغ للحفرية وعيلة الحفرية والحوارات والأفشخانات بتاعت الحفرية. ده ما يستاهلش ان انت تبقي امه. خليكي زي ما انتي، خليكي قهراهم وخليكي فرساهم، وربنا منور وشك يا حاجة أمونة من أعمالك الطيبة.
والله احنا كلنا معاكي، احنا كلنا متعاطفين معاكي. احنا لما بنشوفك والله بتقطعي قلوبنا، والله بتقطعي قلوبنا. بس ربنا كبير وربنا احن منه ما فيش. خليكي زي ما انتي، اتسحري وسلي نفسك و... وافطري مع حبايبك، وشوفي ناس تصاحبي عليهم، واشغلي نفسك بناس نضيفة، ناس بيتمر فيها، ناس تبقى معدنهم نضيف يا حاجة أمونة. ما تروحيش يا حاجة أمونة لا مؤاخذة في الكلمة ترمرمي وتتلفي بناس وتتلفحي بيهم ان هم اهلك وناسك، وهم ناس حقودة وناس مش كويسة خالص خالص خالص، وناس بيقروا ويحسدوكي. انت ربنا نجاكي من البشرية دي، انت ربنا نظفك من البشرية دي، عشان البشرية دي كانت حاقدة وحاسدة عليكي. ربنا يكفيكي شر عينهم، وربنا يكفيكي شر حقدهم ونارهم. وخليكي زي ما انت، احنا حابينك قوي كده، احنا حابينك وانتي ماليه مركزك وماليه حالك وماليه مكانك. يا رب ما يغيبك ابدا يا حاجه امونه، وربنا يثبتك يا رب على اللي انت فيه، وربنا يصبر قلبك على اللي انت بتمر بيه. مش هنقول لك اكتر من كده. طلعت علينا يا حبايبي طبعا ام الدواء طبعا عامله عزومه طبعا لاخواتها الصبيان، الحاج طاطا داوود طبعا، الحاج صاصة. حلو قوي يا حاج صاصة، لفك في البيوت تملى كرشك ده. حلو، راجل بكرش مدلدل والله يا حاج مصطفى. لامم يا حبايبي، واخد معايا يا حبايبي خشب الله عبد الناشف ولافف من الشقه دي للشقه دي، يملى في كروشه وخلاص. البت ام الدواء يا حبايبي عامله لهم الاكل، وعامله لهم السمك المشوي والسمك المقلي، وعازمه اخوها حسن واخوها مصطفى ومرات اخوها حسام اللي يرجع بالسلامه، وطبعا قاعده يا حبايبي ومراتاتهم، وعامله العزومه وعامله الكرايم، وقاعده طبعا ايه، والرز وشوربه السي فود. والمهم الحاج عبد المجيد يا حبايبي الراجل القصير لبس الجلابيه وقاعد زي فرقع علوزي ايه ينظم السفره. هوب راح قايم يا حبايبي قلع الجلابيه عشان مش عارف طبعا يقعد طبعا ويربع رجليه، هو اصلا كله على بعضه عامل زي بصوا قد كده يا حبايب قد يعني ما يتشافش، كان زي جيب. قعد طبعا ربع رجليه وقعد طبعا كلب. هي منورين يا اخواتي، منورين، كلوا بالهنا والشفا، كلوا بالهنا يا حبايبي. ربنا يخليكي لينا يا اختي، ربنا تلنا عامر بيحسك انت وعبد مجيد. هو عبد مجيد جايب حاجه يا راجل يا ابو وشين انت؟ هو عبد مجيد ده يملك حاجه يا ولا؟ الخير خير اختك يا ولا، ام الدواهي يا واد، هي ام الدواهي يا ولا اللي ماليه كروشكم كلكم يا ولا، يا ولا، وهي اللي ماليه الكراتين يا ولا، ولطفطف وكراتين لطفطف يا واد، اللي لف على العيله وعيله العيله يا ولا. واد يا طاطا ما بص، انت تقول الحق ورزقك على الله، ما تبقاش منافق. مش كفايه ان انت بتاكل ببلاش وبتاكل بلوشي ومن الشقه دي للشقه دي، ده انت حتى البت شريهان ما عتقتهاش. البت اللي على قد حالها رحت تاكل عندها. لا والحاجه خشب الله عبد الناشف، انا ما بروحش عند حد يا شريان، انا مش بروح عند حد، بس لولا انت غاليه علي والنبي يا بنتي يا خشب الله عبد الناشف، انت ما سبت شقه ما رحتيها، ولفه انت وابنك وبنتك وبنتك وعيال بنتك، ولفه من الشقه دي للشقه ديت تملوا في كروشكوا بس. والله ما شفناكوا حتى عزمتوا صرصار، اللي هي عزومه واحده بس كده اللي عزمتوها، وعزومه ايه من تحت لتحت يا حبايب قلب. بس ما علينا، كل سنه وانتم طيبين. يلا مش مشكله، والله يا حبايبي رمضان دوت مظاهر مظاهر. كل اللي عامل عزومه يا حبايبي لازم يصور، ولازم يجيب مشاهدات ويجيب حق العزومه من قفا المتابعين. والله العزايم دي كلها يا حبايبي من على قفا المتابعين. ما حد بيعمل عزومة لله وللوطن أبدا، لازم يلموا حق العزومة 30 ألف مرة عشان خاطر يحطوه في جيوبهم من كتر المشاهدات والقبض يا حبايبي. ده انتوا بتأكلوهم من جيب المتابعين، والله من جيب المتابعين ومن المشاهدات. ها، لو شفناش حد كده عزم حد كده وقفل بابه على نفسه من غير ما يصور ومن غير ما يكشف حرمة بيته، الا لا يا حبايبي، اللي محمره طبق بطاطس وطبق بانيه مصوره وعامله عليه 30 فيديو، اللي مش عارفه بتغسل المواعين مصوره وعامله عليه 30 فيديو. انتوا والله العظيم ثلاثه انتوا عرر، عالم عرر، يخرب بيوتكم، مليتوا البلد يا مفاضيح. طلعت علينا يا حبايبي ام جوجو طبعا يا حبايبي، يا لهوي ذبحت العجل يا حبايبي، والعجل عدى المصطبه اوبا. ولسه يا اختي والله الرز والمكرونات والحاجه زمانها سوست من قبل رمضان يا حبايبي بشهر، وهي جايبه الحاجه بصوا زل الناس يا حبايبي، زل الناس يا اختي، الناس كلوا وشبعوا، واللي مطلع لله يعني طلع، واللي كان في ايه يا اختي، هتفرقها على العيد الكبير ولا ايه؟ وانت ايه، ده
ضربتين في الراس توجع؟ ما تهدي كده وفرقي. الشنط شنط 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 شنط، وقاعده ولا بتفرقي ولا شفناكي بتفرقي ولا شفناكي بتعملي حاجه، الا بس عماله بس تدكني، وماليه التلاجات لحوم، وماليه الحاجه عندك وخلاص على كده. ما تفرقي وخلصي، خلي الغلابه ياكلوا. تسكت لو النبي. راحت يا حبايبي طبعا الفطت نفسها عشان تعجب الولا مزاميزو، راحت طبعا عملت يا حبايبي شعرها، وعملت طبعا وشها تنظيف، وعملت طبعا يا حبايبي بقى الشغل ايه، شغل فاخر من الاخر. بس بصراحة يا حبايبي الله الوكيل محترمة، ولا وصلتنا لدرجة الحنة، ولا وصلتنا يا حبايبي لدرجة الإشي إشي زي العمة شرارة، ها؟ ما وصلتناش يا حبايبي إن إحنا نسرح وحي الخيال يا حبايبي، لا بتتكلم بالمداري. بس بما إننا إن إحنا حريم مع بعضنا، فإحنا فاهمين الشغل اللي عاملاه. قالت لنا بس يا حبايبي تنظيف البشره، وجلدوا لها مناخيرها يا حبايبي. بصوا جلدوها يا حبايبي، ونضفوا لها مناخيرها يا حبايبي. والله العظيم ثلاثه يا شيخه حاجات قرف اللي انت بتقوليها دي يا اختي، باين على الكلحه. خلاص خلاص، قولي ان انت رحتي وعملتي وخلاص، واحنا بقى هفهمين هم عملوا لك ايه. تسكت لو النبي ما تسكت. المهم طبعا عامله شعرها، وشعرها نازل يا حبايبي من تحت الاسدان، وطبعا الولد طبعا جوزها طبعا غيران منها، ويشيلها في الشعر ويخبي لها الشعر عشان مش عايز حاجه تبان فيها. لا راجل بصراحه، وكلنا استجدعناه. غير التاني طبعا يا حبايبي اللي سايب ايه، سايب الهلهطه المعتوهه بتاعت المذبح بتاعت التيك توكايه يا حبايبي. البت بتاعت المذبح دي اللي بيأجروها في الخناقات، البت برق دي يا حبايبي بتاعت الخناقات اللي عامله عمايلها على التيك توك. انت يا بت يا برق، ميعادنا بالليل في البث يا بت، هنقيم يا بت الفيديوهات يا بت والقرف اللي انت عاملاه على التيك توكايه يا بت، هنقيم كل حاجه يا بت. المهم طبعا ربنا يوسع عليكي يا ام جنى، وزعي للناس اللحمه هتبوظ، والمكرونه هتسوس، والرز هيسوس. اكليهم للناس يستفادوا بيهم، تاخدي دعوه حلوه من الناس بدل ما انت عماله تذلي الناس. شوق ولا تدوق، انت طلعتي عين الناس ولميتي حق اللي انت عملتيه تالت ومتلت. كفاياكي بقى متاجره، وكفاياكي بقى هتطلعي لله، طلعي هتخزني في الثلاجات وهتعملي منظر. خلصي واقفلي بقى ولمي دورك شويه، عشان انت افورتي قوي قوي قوي. الناس كلها طفح منك بصراحه، اللي فرق فرق، واللي وزع وزع، وانت لسه قاعده تذلي الناس. شوق ولا تدوق، يخرب بيت فقرك يا انبوبه، انبوبه البوتاجاز ده انت يا لهوي. بقيتي انيل من اخواتك، ولا اقول لك اخواتك هم انيل منك بصراحه عشان هم اللي طالعين عليكي. كل سنه وانت طيبه، وطلعي الخير ومرمي من ورا ظهرك، وربنا بيبعت لك اكتر منه اضعاف اضعافه. خلصي كده يلا ووزعي عشان الغلابه ياكلوا. حبايب قلبي ميعادنا بالليل، بس بالليل طبعا البت برو عبد التواب الجن طبعا، والحوارات والتيك توكايه والغنى، والبت اللي طالعه من المذبح يا حبايبي كانت سلخلها عجل ديت ودبحلها عجل وطالعه من المذبح، او كانوا مأجرينها في خناقتين يا حبايبي، ربطلنا القرطه وطلعنا طبعا بشفايفها السوداء من الصبارس اللي عماله تدخن فيها، وطالعه طبعا تلقح بالكلام طبعا على فراويل اللي حرقاها ومولعاها وعامله لها جلطه في دماغها، ومقطعه عليها طبعا يا حبايبي الشغل اللي هي كانت رسماه بتاع طبعا شحاتة العيد ولبس العيد. انا قافله عليكي الباب دوت، قافله عليكي خالص خالص يا برو. بس بالليل ان شاء الله ربنا يكرمنا كده، وهطلع اعمل عليكي احلى، بس هروقك فيه يا برو. انت عايزه تتروقي وانا من العندي قبل العندي. حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.